اتصل بيا وقال لي ما تعمليش اكل، انا جايب لك اكل جاهز، اعملي لنا شويه رز حلوين كده وخلاص. الاكله كلها ما خدتش في ايدي 5 دقايق وانا واقفه في المطبخ. احلى اكله والواحد كمان بيرتاح. بصوا جمال السمك وجمال الرز اللي انا عاملاه، شايفينه شكله حلو وبيلمع، ده غير الطعم كمان طعم خرافه. هعمل لكم النهارده رز الصياديه بطريقه يعني محدش عملها قبل كده. عندي حله على النار وحله تاني بتغلي فيها ميه سخنه. تمام، هبتدي ان انا احط البصل، فرمه كميه بصل كبيره وحلوه عشان خاطر الاكله تبقى حلوه. تمام. هفضل اقلب في البصل لحد ما البصل يوصل لونه للون الايه الاسمر خالص زي ما انتم شايفين كده. هبتدي ان انا ايه اظبط البصل كويس جدا. اهم حاجه يا جماعه النار تكون متوسطه عشان الاكل يبقى معاكي كويس. تمام. انا معليه النار عشان لسه حاطه الميه، فانا عاوزه الميه تسخن. تمام. الحله التانية فيها ميه سخنه. هبتدي اقلب كويس. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشني كتير والله العظيم، وحشني كتير. حاسه ان انا ليا فتره كبيره ما شفتكوش. انا ممكن احكي لكم قصه كده على السريع. لا اله الا الله. قصه الظلم ظلمات يوم القيامه. كان في ولد قاعد مع ابوه كان مريض كانسر، وراح يزور واحد يعني جاره واحد قاعد مع والده في نفس المستشفى. الراجل ده كان على طول بيعيط على طول بيعيط، وكان الولد دايما يروح يقول له، الولد شاب، مالك يا عم مصطفى بتعيط ليه؟ وكان يقول له يا ابني مفيش. كل يوم كل يوم يلاقيه بيعيط كل يوم زي ما انتم شايفين البصله بتحمر. المهم انا هكمل لكم القصه الحلوه دي النهارده في البث المباشر. قصه نتعلم منها ان احنا ما نخونش بعض، ان احنا دايما نحب بعض. تمام. وان اخرة الظلم نهاية صعبة جدا. انا هعمل لكم النهارده بس اتمنى ان انتوا تسمعوا قصة البث لان هي هتعجبكم جدا. زي ما انتوا شايفين خلاص انا هبتدي احط طماطمايه دي احلى حاجة. زي ما انتوا شايفين انا حطيت توم واحط الطماطمايه. لون البصله مش محروق، ده هو غامق قوي. هبتدي احط الميه اللي انا حطاها تغلي زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله الميه بتاعتها لونها جميل. خلاص انا كده هتغلي تاني يعني مع البصله غلوتين. وهبتدي ان انا احط الرز زي ما انتوا شايفين. بصوا اللون جميل ازاي، بجد تحفه. شويه رز زي ما انتوا شفتوا. انا حمرت البصله، اول ما ابتدت تخش في الغمقان حطيت عليها فص توم فص واحد، وبعدين لما غمقت خالص حطيت طماطمايه واحده بس مبشوره. دي هتخلي الاكله دي مسكره جدا. زي ما انتوا شايفين انا حطيت كميه الرز اللي انا عاوزاها. ده براحتكم بقى، عاوزه كيلو عاوزه نص عاوزه كيلو ونص على حسب اهل بيتك. هبتدي بقى ان انا اقلب الرز كويس جدا في بتاع هوريهولكوا برضو في كل مراحله. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى اهو اول ما يغلي غطيته. بصوا اول ما غلي بصوا شكله. هبتدي بقى هنا اوطي النار، يعني ادوبك يغلي وتشوفوه بيبقبق كده. وطوا النار على اقل شعره، الا بقى لو عندكم ايه اللي بيتحط الشياطه. لو عندكم الشياطه حطوها تحت الرز. تمام. بس بجد النهارده انتظروني في قصه الظلم، قصه رائعه جدا. يعني انا بعد ما اخلص الفيديو ان شاء الله هبتدي احكي معاكم في البث المباشر. اتمنى تنتظروني. شفتوا شكله لما استوى؟ بصوا زي ما انتوا شايفين كده شكله حلو جدا وطعمه احلى كمان. ظبطي الملح بتاعك وهتاكلي احلى رز. طبعا انا ما كانش عندي غير طماطمايه او اتنين دول اللي عملتهم للزينه، فما كانش عندي ان اعمل سلطه. زي ما انتوا شايفين ده السمك انا لسه ما فتحتوش. تعالوا بقى شوفوا شكله لما اتفتح. اهو السمك يعني جايب بسم الله ما شاء الله كميه حلوه. كان طعمه مسكر جدا اقسم بالله. السمك المشوي ده الشبار. لان ده يا جماعه ما هعرفلكم الورقه اوريكم يعني. اهو السمك الشبار ده بلدي. قربت لكم الكاميرا. بصوا فالبلدي ده بيبقى مسكر قوي يعني، رغم ان هو مبقاش فيه لحم كتير. زي ما انتوا شايفين كده جاب لنا طبقين. ربنا يسعده ويهنيه. والزوج الرزق الزوج الطيب ده رزق. الزوج الكويس اللي بيخاف على زوجته من حرارة المطبخ. يعني انا صعبت عليه ان انا واقفة في المطبخ. بصوا شكل السمك، بصوا شكل الرز جميل ازاي.
والله كانت غدوة جميلة واتقضت وكانت زي العسل، وتلمينا انا والعيال حوالين الطبلية، وكانت اكلة الحمد لله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حتى ترضى، واللهم لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا فيه. ايه رأيكم في السفرة؟ على قدينا والحمد لله، وكانت نعمة وفضل وأكلة ملوكي وأكلة سريعة، وكانت طعمها اللهم صل على النبي، اللهم لك الحمد. فالواحد لما بيرضى بالقليل ربنا بيزيده. وعاوزة اقول لكم ان الزوج الطيب دايما بيبقى رزق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.